خير ومجلس ادارته بخير. فبيقول لي ده قبل الاجتماع ولا بعد الاجتماع؟ قلت له قبل الاجتماع وبعد الاجتماع. وانا يمكن ليا عتاب انه انا بقول انه ما كان ينبغي من وسائل الاعلام في مصر انها تتعامل مع احداث نادي الزمالك بالطريقه دي. هو كانوا بيأججوا الاحداث يعني بالطريقه دي ما كانش في احداث تستدعي انه يتعمل استوديوهات بساعات طويله على نادي الزمالك. يعني اذا تعاملنا بالعدل يجب ان ينال نادي الزمالك القسط العادل من الفضائيات او من استوديوهات الفضائيات. وانا بلوم عليهم انهم دايما بيحاولوا يكسروا في نادي الزمالك. موقف كابتن حسن شحاته ايه يا استاذ ممدوح؟ قاعد. وشيكابالا لابد ان يعامل تربويا، لان غلطه محدش يقدر يزايد على حب لشيكابالا. محدش يقدر يزايد على انه ده ابني، واما ابني يغلط لازم اربيه. ميدو اما ما كانش فيه مشكله بيني وبينه، ده راجل صوته عالي، قلت له المقابله انتهت بس ما فيش حاجه يعني. لانه ما تقعد مع رئيس نادي الزمالك لازم يبقى بصوت خفيض، وتبقى يعني كل واحد يبقى عارف هو بيتعامل مع مين. اللي يبقى قاعد هنا ده رئيس لنادي الزمالك، ده مش قاعد، ده نادي كبير قوي وقيمته وقامته كبار قوي وكرامته كبيره قوي، وما يجيبش حد انه يتكلم باكتر من صوت خفيض مع رئيس نادي الزمالك او مع اي عضو في مجلس اداره نادي الزمالك. البيان اللي طالع النهارده اللي صاغه اتنين، مهندس رؤوف جاسر وابراهيم يوسف، وانا لم اتدخل. كابتن حسن شحاته اكد في هذه القعده مع الاستاذ ممدوح عباس احترامه الكامل لكل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك بالكامل، وقال وبين ان الاستقاله المقدمه دي ما كانتش استقاله قد ما هي كانت رفع الحرج عن مجلس الاداره في الوقت اللي مجلس الاداره بينظر فيه العقوبات اللي ممكن تتوقع على اللعيبه او من شان اللعيبه اللي هتستبعد او سواء بالاعاره او بالبيع. وطبعا هو اكد على ان هو بيحب نادي الزمالك وبيحترم مجلس الاداره، وان هو باستعداده الكامل لخدمه نادي الزمالك في اي موقع موجود نادي الزمالك. وبالتالي مجلس الاداره ما كانش منه غير بعد هذه المبادره الجميله اللي قالها الاستاذ ممدوح عباس، اللي ان هو مجلس الاداره اكد على تمسكه بالكابتن حسن شحاته. احنا اكدنا على القرار اللي اتخذناه في مجلس الاداره اللي فات، واللي هو خصم 25% من قيمه التعاقد ومناقشه او دراسه اي عروض الاعاره اللي بتيجي للكابتن شيكابالا. بعت ورقه كان فيها 10 مستمعين، لكن احنا يعني حطينا او استمر معانا كابتن علاء علي والمرغني وحسام عرفات وعلاء علي واحمد مرغني وحسام عرفات واحمد غانم. دول اللي كانوا موجودين معانا الفتره الجايه، بحيث ان يبقى في تسويق او بيع او عرض لو في انديه عايزه وناقشه اي حاجه ليها الفتره الجايه ان شاء الله.